بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هعمل كنافة بالمانجا بطريقة بسيطة جدا وخطوات بسيطة، يا رب تعجبكم ان شاء الله. بس لو اول مرة تشوفيني يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى شكلها كده وحلاوتها كده واللمعة بتاعتها، واقول لكم برضو انا عملت كل الخطوات بتاعتها وعملت اللمعة دي بتاعتها دي ازاي. ويلا نبدأ بقى كده مع بعض ونسمي الله ونقول بسم الله. اول حاجة انا هبدأ هنا بيها هي الشربات عشان بيتحط على الكنافة وهو بارد، فنبدأ اول حاجة نبدأ نعملها هي الشربات. هاخد لكم كده ال الوصفة واحدة واحدة بالترتيب. عملت هنا الشربات ازاي: كوبايتين سكر على كوباية مية ومعلقة جلوكوز هنا، ده طبعا اختياري، او معلقة عسل ابيض المتوفر. هسيبها كده على النار، اول لما تغلى هبدأ ان انا اعصر عليها ليمونة. طبعا هنا الشربات ده هيبقى تقيل عشان انا عايزة الكنافة ناشفة شوية، مش عايزاها طرية. طبعا لو انت حابة الكنافة طرية ممكن انت تعملي الشربات خفيف زي ما انتوا شايفين كده. استنيته اما يغلى، عصرت عليه ليمونة. هبدأ بقى ان انا اسيبه كده حوالي 3 دقايق، وبعدين ارجع ان انا اطفي عليه. بشيل اللي هي الرغاوي اللي فوق دي عشان ما تسكرش الشربات. بس كده، وبعد كده هطفي عليه واسيبه في جنب يبرد خالص لغاية ما نعمل بقية المكونات. هبدأ بقى في السمنة. عندي هنا كوباية سمنة، هبدأ ان انا اذوبها، بس يعني هي لونها كده، لا انا بس هخليها تسيح بس، مش عايزاها تسخن. هي المفروض تبقى دافية عشان لما بتتحط على الكنافة وهي سخنة بتعجن الكنافة، فهي المفروض تبقى دافية بس. فيدوب ان انا هسيحها بس، يعني تذوب بس كده، واقوم رايحة ان انا طافية عليها كده. هي ساحت او ذابت يعني، فاقوم بقى سايباها على جنب، وابدا بقى اطلع الكنافه. انا جايباها دلوقتي كيس جاهز النص كيلو، وبنفس سعر بره اللي احنا بنشتريها من عند الراجل يعني وكده. فيعني لقيتها هياها، ولقوا دي كمان جايالي كده جاهزه مفروكه. طبعا لو انت جايباها شعر كده طويل ممكن هتحطيها في الفريزر تجمد وتطلعيها، تقومي رايحة فركاها كده، هتتفرك معاكي بسرعة في كبة بقى بإيدك كده، هتلاقيها بتتفرك معاكي بسرعة. ممكن عايزة تعمليها اللي هي الشعر طويلة كده بحالها، اعمليها عادي. انا هنا جايه جاهزه كده مفروكه، بس كان فيها كام كتله كده، بقوم رايحه عاملاها كده بايدي بتتفرك بسرعه، بس من التجميد بس يعني مش اكتر. تمام كده جاهزه. هبدا بقى اجيب عليها السمنه. انا عندي هنا كوبايه سمنه زي ما قلت لكم ذوبتها. هاخد نص الكميه اللي هي نص كوبايه السمنه احطها عليها، وابدا ان انا افركها فركه حلوه كده بيها، اغلف السمنه كلها فيها. وبعد ما اتغلفت هجيب معلقتين بقى كده سكر بودرة، وابدأ ان انا ارشهم عليها كده. عايزة اقول لكم كده بالصفاية كده برضو اغلفه. هو مش مهم، هي خطوة اختياري، ممكن تحطيها او لا يعني، بس هي بتدي لون حلو، والسمنة برضو بتدي لون حلو، فهي خطوة اختياري. وبرضو هغلف السمنة برضو بالسكر كويس كده. اهم حاجة مرحلة التغليف عشان السمنة والسكر يوصلوا لكل حاجة في الكنافة. الخطوة بقى اللي بعد كده، طبعا الكمية اللي انا قلتلكوا عليها نص كيلو ده بيعمل صينية كبيرة، او ممكن انا هعمل هنا صينيتين، هعمل صينيتين حجمين مختلفين. ممكن تعملوها انتوا في صينية كبيرة مرة واحدة. فاول صينية كده هحط نص كمية الكنافة. وطبعا الضغط طبعا مهم عشان تطلع متماسكة معاكم كده وما تفرفتش. هبدأ ان انا اضغطها بقى كويس، وكمان هجيب ورقة زبدة كده احطها، واجيب حاجة اصغر من الحاجة اللي انتوا بتحطوا فيها، وتضغطوها ضغطة كويسة كده عشان ما تفكش منه. تمام كده اهو، ده ورقة زبدة اهو جبتها وهحطها، وهجيب طبق اصغر منه كده واحطها فوقيه كده واقوم ضغطها كويس. وهعمل طبعا في الصينية التانية نفس النظام اللي انا هعمله هنا. الضغط كده ضغطة كويسة، وبعدين بقى هبدأ احط عليها السمنة. طبعا بقى نص كوباية سمنة، هحط هنا ربع في الوش، واحط في الصينية التانية ربع. واحاول هنا طبعا اوزعها توزيعة كويسة كده على الوش، عشان طبعا لما تاخد اللون كده في الفرن. بعد كده اقوم مدخلاها الفرن بقى على طول. هعمل التانية بالمرة عشان ادخلهم الاتنين مع بعض. هعملها بنفس الطريقة زي ما قلت لكم، الضغط واسقيها كده بالسمنة.
هحطهم الاول من تحت. اول لما تلاقي الاطراف بعدت كده من الجنب يعني كشت كده شويه يبقى كده خدت لون من تحت، هتبداي ترفعيها من فوق تاخد لون كمان من فوق. هنا كنت بحاول اوزع السمنه كويس اهو قبل ما ادخلها وكده اهو. بعد ما خرجوا زي ما قلتلكم شفت الجناب بتاعتهم بقت لمت كده شويه، قمت مدياهم وش من فوق. بعد كده هقوم رايحه ساقياهم على طول بالشربات وهم سخنين كده. الشربات طبعا بارد، فاقوم ساقياهم بقى كده على طول بالشربات. هاسيبهم بقى على جنب بقى براحتهم كده يبردوا على الهادي لغاية طبعا لما نجهز بقية الخطوات تانية. هبدأ اعمل هنا الكريمة. جبت هنا كريمة سايبة كده حوالي هنا كوبايتين الا ربع تقريبا كده. مسكتهم طبعا بمية كده ساقعة يعني تدريجيا واحدة واحدة لغاية اما توصل معاكي للقوام مظبوط، وهي تلاقيها بتعمل معاكي بوز كده يعني تيجي ترفعي المضرب تلاقيه بيعمل معاكي بوز كده، تعرفي ان هي كده بقت مظبوطة. تزودي المية تدريجيا نقطة نقطة عشان ما تسيحش منك، وطبعا يبقى عندك كريمة زيادة عشان لو الدنيا عملت. نيجي بقى هنا للمانجا، بقطعها هنا شرايح كده رفيعة خالص خالص عشان طبعا هزوقها بيها. هتحتاجوا هنا مثلا من مانجا يعني من واحدة لاتنين كده في الصينيتين. طبعا هنحاول يعني تبقى المفروض المانجا اللي احنا نستعملها تبقى متماسكة وماسكة نفسها شوية. انا ما كنتش عارفة اجيب المانجا يعني، فلقيتها في فريزر كده جامدة فقمت ماسكاها مقطعة شرايح المتوفر يعني. ممكن تقطعيها كمان مكعبات وكده يعني اختياري، بس هي التقطيعة بتاعة الجاتوه والتورت والكلام ده والحاجات دي بتبقى اللي هي الشرايح الرفيعة دي. طبعا الجوانب اللي بتتبقى ممكن نقطعها مكعبات كده نزود بيها يعني او نزين بيها برضو في النص كده حبة او كده. طبعا سيبنا طبعا الصينية لما بردت نهائي يعني خالص خالص، لان مينفعش تحطي الكريمة عليها وهي سخنة. فهبدأ بقى ان انا احط عليهم الكريمة كده. طبعا انا حاطة هنا في صينية تيفال يعني مش هتلزق، فانا رجعت ان انا شلتها من الصينية تاني. هرجع اشيلها كده واحطها في طبق اهو، واقوم رايحة ماسكاها حاطة عليها الكريم. احطها عليها كده واظبطها كلها، مش لازم يعني تبقى شكلها بيرفكت اوي يعني على قد ما قدرت كده قمت عاملاها. وهبدأ احط عليها المانجا. طبعا الرص والحاجات دي كلها اختياري، بس انا هعملها كده على شكل وردة كده واحاول ان انا ارصها داير ما يدور. عملتها كده على قد ما قدرت اهو. هبدأ احاول احط بقى حتة كده كريمة في النص كده واكمل بقية الوردة بتاعتي. يا سلام بقى على جمالها وحلاوتها يعني عجباني الصراحة. طيب عشان بقى نحافظ كده على لونها وحاجتها كده لما نسيبها في التلاجة المانجا متسودش شوية او يحصلها حاجة، وكمان نديها اللمعة دي بسيب حبة شربات من اللي كنت بسقيهم منها دول، واقوم رايحة ماسكة بالفرشة كده واقوم رايحة ملمعاها كده وحطاها. عايزة اقولك بيحافظ عليها على المانجا في التلاجة وبيديها لمعة كده. ده طبعا بدل ما نحتاج سيرم او نحتاج حاجة كده طبعا عائشة لازم تحط اللمسة بتاعتها. هعمل برضو في التانية نفس النظام، هحط برضو الكريمة كده. وكان طبعا المانجا يعني يدوب يعتبر مش سليمة اوي معايا او مش متبقية اوي، فالبواقي اللي انا اتبقت يعني قمت حطاها عليها وخلاص. بحاول ان انا اظبطها اهو. دي طبعا سبتها بحالها كده ما طلعتهاش بان انا اكلها كده بالمعلقة من الصينية. طبعا هي صينية بايركس يعني تقديم يعني وكده فعادي يعني. وعايزة اقولكم برضو ممكن في الخطوة بتاعة الكريمة تحطوا فيها صوص كريمة، تبقى بدل ما الكريمة بيضة تبقى كريمة بالمانجا، بس انا حبيت اخليها سهلة وبسيطة كده، وكمان السكر ميبقاش عالي فيها اوي، تبقى حاجات بسيطة كده وحلوة. وكده ده شكلها في الاخر يعني على قد ما قدرت. البواقي اللي متبقية من المانجا حطيتها عليها، بس برضو بقولكوا طعمها بجد جميل يعني.
بس كده، ويبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي. طريقة سهلة جدا وبسيطة وخطوات سهلة، وبجد هتعجبكم جدا. ولو وصلت لغاية هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله، هيبقى عن السبوع بتاع بنت اختي ان شاء الله، يا رب يعجبكم، ومع السلامة.